بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب كده تكونوا بالف خير وفي صحه وسعاده. النهارده بقى ايه؟ نعمل ايه؟ فرخه كده زي ما انتم شايفين. جبت الفرخه كده، طبعا كنت نقعاها في محلول النقع، الخل والملح والليمون وجنزبيل بودر عشان ايه؟ ريحه الزفار. وجبتها زي ما انتم شايفين كده بعد ما شطفتها. اتنقعت كويس قوي، شطفتها زي ما انتم شايفين، وريحتها ولا فيها ريحه زفاره ولا اي حاجه. جبت البهارات بتاعتنا كده، وجبت طماطمايه وبصلايه وفصين توم فريش كده و... وهنزل بهم بقى في شفشق الخلاط عشان نعمل ايه؟ تتبيله للفرخ. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، نزلنا بقى بايه؟ بالبصلايه والطماطم وفصين توم كده، 3 فصوص توم كده متقشرين فريش. ما بحبش التوم والبودر في التتبيلات. وجبت معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه كمون، ومعلقه كزبره ناشفه، وملح، ونص معلقه سكر. وجبنا كده ايه؟ معلقتين خل. ونزلنا بقى في شفشق الخلاط زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. يا رب كده تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، وحشتوني، اتأخرت عليكم بس معلش. وجبت التتبيلة بتاعتنا، عملتها في شفشق الخلاط زي ما انتم شايفين. هنمسك بقى الفرخة ايه؟ نتبلها. طبعا التتبيلة في اي فراخ هتسلقيها هتعمليها لازم الفراخ تتبل، عشان حتى بتبقى ريحتها حلوة، وهي ايه؟ في الشوربة بيبقى ريحة الشوربة جميلة وطعم الشوربة حلو. فاحنا تبلناها كده تحت الجلد وبين اللفخات كده زي ما انتم شايفين، وجوه الفرخة. التتبيلة الجميلة ريحتها ما اقدرش اقول لكم. طبعا دي مش تتبيلة مشاوي، يعني هي تتبيلة عادية كده زي ما انتم شايفين. بصلة وطماطماية وقرن شطة كده سبايسي وفصين توم، وقمت ضربهم في الخلاط. وهنتبل الفرخة بتاعتنا كده ايه؟ ندعكها كده بالتتبيلة في قلبها من جوه، وبين الفخاد وبين الصدر والجلد. وجبنا الحلة بتاعتنا حطيناها على النار زي ما انتم شايفين. نزلت ب4 فصوص مستكة بتاع حبهان. واستنيت اما الزيت سخن شوية، وهننزل ايه؟ بالفرخة بتاعتنا بقى. هنشوحها تشويحة كده. نزلت بورقتين لورا، وهنشوح الفرخة بتاعتنا حبايب قلبي في الحبهان وورق اللورا كده زي ما انتم شايفين. وهنقلبها كده على ايه؟ على جميع الاتجاهات بتاعتها، من الجناب ومن الفخاد، لما عند ما تاخد اللون ده كده. انا بحب اعمل الفراخ ايه؟ سواء بشوربه لازم اتبلها بالتتبيله اللي انت شفتها دي. وتحش طبعا ما احطش التتبيله كلها، لان احنا لسه هنحتاج منها حاجات في وصفتنا النهارده. فزي ما انتم شايفين بستنى كده على الفرخه اللي عندي ما تاخد اللون من في جميع الجوانب الفرخه، سواء الصدر او الظهر او الجناب كده بقلبها. ولعند ما ايه؟ ما خدت اللون بتاعنا دوت بقى، كنت حاطه ميه على البوتاجاز. لازم احط ميه سخنه علشان ما ايه؟ الفرخه بتاعتنا ما تستوي على طول، ما تغيبش في السوا، لان الميه الساقعه بتجلمد لحم الفرخه وما تستواش ايه؟ بتاخد وقت طويل. فلازم ننزل بميه ايه؟ مغليه، ميه سخنه او مغليه. خلاص ايه؟ هننزل بقى ايه هننزل بقى بالميه بتاعتنا، حاطه في قلبها حته بصلايه كده برضو. انا بسيبها كده بس تتحمر كده، والريحه كده بتاعت التتبيله تطلع في التشويحه بتاعت الفرخه كده، بتبقى ريحتها طالعه ما اقدرش اقول له. نزلنا بقى بالميه. نزلنا بالميه، كنت حاطاها على العين التانية، على عين البوتاجاز. وطبعا فيها تتبيلتها وفيها بصلتها وكل حاجه. هنغطي عليها بقى ونسيبها ايه؟ تستوي كده مع نفسها. كنت جايبه بقى ايه؟ بطاطس كده، حبيتين بطاطس كبار. احنا يعني على قدنا، احنا مش كتير ولا حاجه. فانا بعمل ايه؟ البطاطس كده ايه؟ على قدنا، عشان الحاجه على قد الغدا اللي بيفيد ما بيتاكلش.
فانا جبت بطاطستين كبار كده، وهعملهم ايه، هقشرهم وخرطتهم كده حلقات زي ما انتم شايفين، لا هي رقيقه قوي ولا تخينه قوي، وسط كده. جبت بقى الصينيه بتاعتنا، هنزل بقى بالبطاطس بتاعتنا كده في الصينيه. طبعا غسلناها كم مره، وهنجيب الصينيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، هنجيب البطاطس بتاعتنا كده في قلب الصينيه. وهنجيب بقى ايه، التتبيله اللي فايده من الفرخه. هنتبل بقى البطاطس بتاعتنا بتتبيله الفرخه دي، برضو هيبقى واخده من ريحه التتبيله، وبيبقى طعمها تحفه. اهي التتبيله احنا ما كنتش حطيتها كلها للفرخه، عامله حسابي ان انا هحط معلقتين كده في البطاطس. هنمسكها بقى نغلف البطاطس بتاعتنا كلها كده بالتتبيله، وفيها التوم وفيها كل حاجه، وفيها البصل وفيها، مش لازم بقى نحط توم ولا بصل ولا كلام من ده. عشان اصلا انا فيها سلمى بنتي ما بتحبش البصل في الاكل، فانا قلت ايه يبقى كله كده ايه، في التتبيله مفروم كله مع بعضه، عشان البصل ما يبانش كتير في الاكل، عشان لو شافت البصل في اي خضار ما بترضاش. جبنا بقى، كنت في الحاله ديت كنت انا عامله، جبت البهارات بتاعتنا، جبت معلقه كزبره صغيره كده، ومعلقه فلفل اسود صغيره، طبعا حاجات صغيره كده عشان التتبيله بتاعتنا فيها بهارات. طبعا جبت بقى ايه معلقتين زيت كده زي ما انتم شايفين، حطيتهم على وش البطاطس بتاعتنا كده، عشان احنا هنعملها ايه ني في ني كده. جبت بقى فصين توم كده، كنت مفرماهم كده بالسكينه، هنحطهم كده فوق ايه، فوق البطاطس. وكنت عصرة طماطم في الخلاط ومصفياها، جبتها كده حطيتها على البطاطس بتاعتنا، وهنولع بقى عليها البوتاجاز، ونسيبها ايه جنب الفرخه بتاعتنا يستووا كده، ون ايه، نزلت بمعلقه صغيره ملح، عملت حساب ان التتبيله اللي انا عامله بقى البطاطس فيها ملح، حطيتها كده على البوتاجاز. نسيب بقى، وشفت الفرخه بتاعتنا يعني ايه لسه ما استوتش، قربت يعني. والبطاطس بتاعتنا طبعا ولعنا عليها البوتاجاز اهون، هنغطي لما الفرخه بتاعتنا تستوي حيل. مقدرش اقول لكم ريحه الشوربه طالعه عامله ازاي. احنا كنت رحت ايه اجيب الصبح ازازه خال، فتلاقيت الملح عند الراجل زي ما انتم شايفين كده، ايه الملح ده كده جايبها ب10 جنيه، 14 كيس ملح. كيس كده لوحده كده بايه ب14 كيس ب10 جنيه. اتلقيت عنده فول من اللي هو بتاع المدمس حلو برضو ابيض وحلو، جبت كيلو. ده كنت جايباها قبل ما اشتغل في الفرخه، بس قلت ما بولع الاول على الاكل، ابقى ايه، افضهم بقى في ايه في برطمانات كده، بلاستيك، برطمانات بلاستيك، ببقى اغسلها مطرح حاجات يعني، بيبقى جايبين فيهم حاجات، فبحفظ البرطمانات دي واغسلها وانشفها واعينها. هننزل بقى ايه، جبت كيلو فول من بتاع المدمس اهون زي ما انتم شايفين ابيض وزي الفل، لقيتها فرصه عند الراجل، جبت كيلو بس. يلا الله المستعان، الحاجه غاليه ما فيش رخيصه الا الملح. جبت كيلو ب35 جنيه، الفول اللي هو بتاع المدمس ده، والفول اللي هو بتاع الطعمية وبتاع البصرة والحاجات دي برضو جبت كيلو برضو ب35. الحاجة الله المستعان حاجة غالية، ما عادش حاجة رخيصة، ما فيش رخيصة الا المال. بس قلت فرصة اما اخدهم بالمرة. كنت نازلة اجيب ازازة خل، لقيت الحاجة دي موجودة، قلت هاخدها بالمرة، جبت ازازة الخل والملح. وجبت برضو، كنت لقيت عنده برضو دقيق ابيض كده اللي هو جميع متعدد الاستعمالات. وجبت ايه ازازة الخل ب7 جنيه برضو اهي، خل ملحي مركز يعني ب7 جنيه. وجبت الملح زي ما انتم شايفين كده، جبت ده ب10 جنيه.
وزي ما انتم شايفين برضو اللي كنت رحت جبت العلبه ديت، كانت عندي برضو العلبه دي عشان افضي فيها الدقيق. كنت اتاخرت على يعني سبت الحاجه كده واتاخرت شويه على ما على ما جبت العلبه دي الناشفه جميله، هي علبه مطرح شوكولاته، ببقى ان الحاجات دي بتنفعني. زي ما انتم شايفين كده بحط فيها الدقيق. كنت جايبه برضو منه كيلو دقيق، هجيبه كده افضيه برضو في العلبه بتاعتنا. حاجات بتغطيها كده واسيبها كل حاجه متغطيه كده، بتريحني. اجي اعمل اي حاجه اطلع منها كده بتريحني في العلب، عن ما اقعد اجيب وافتح في الكيس واعمل. لا، البرطمان تفتحيه وتاخدي منه بالطلب كده اللي تعوزيه. انا كده جبت بقى العلبه ناشفه، كنت غسلاها زي الفل، ببقى استحفظ بالحاجات دي ما برميهاش يا حبايب قلبي. جبتها كده وفضت فيها الدقيق بتاعنا. الدقيق بايه؟ ب22. كل حاجه كده تبقى تحت ايدك كده في حاجتها، متعبياها كده في حاجتها كده وحطها تبقى تحت ايدك، تجيبي منها احسن من الكيس تقعدي تفتحي وتجيبي والدنيا تتبهدل. لا، العلبه احسن او البرطمانات. وغطيتها كده بغطاها اهي، علبه كده بلاستيك مطرح شوكولاته بيبقى اهي. حطيتها كده على جنب مع الحاجه. يعني كنت نازله اجيب ازاي تخلي، جبت الحاجات ديت لقيتها بقى، قلت بالمره لقيتها فرصه يعني. زي ما انتم شايفين كده حطيت الحاجه في مكانها كده في برطماناتها، ورجعنا تاني للاكل بتاعنا. الفرخه بتاعتنا استوت وطلعناها حمرناها، دهناها كده بصلصه، على بصلصه طماطم معجون بصلصه، على معلقه بهارات، على معلقتين زيت، ودهنتها ودخلتها الفرن. وعملنا رز حبه وحبه، وبرده شوربه زي الفل زي ما انتم شايفين، وصينيه بطاطس. وده كان الغدا بتاعنا. وما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك للفيديو واشتراك في القناه. اللايك يا حبايب قلبي، واشتركوا في القناه. اللي اول مره يشوف قناتي يشترك. واهلا بكل الجماعه اللي يدخلوا جداد على قناتي، اهلا بيهم ومنورتوني وشرفتوني. وده كان الفيديو بتاعنا. وما تنسوش بقى اللايك يا حبايب قلبي، لايك واشتراك في القناه.